أسعد الله صباحكم في ملتقى العمرة العراقي الثاني في معرض بغداد تحت شعار طوبى لمن يخدم معتمرا. نرحب بالضيف ضيف الملتقى العراقي الثاني عبد الله أحمد من السعودية. أهلا وسهلا بك، مدير عام فندق المدينة المنورة. يا أهلا وسهلا بك في بلدك الثاني العراق. أستاذ أحمد، شنو شفت المهرجان؟ شنو شفت الملتقى اليوم؟ اولا قبل ما اقول اي حاجه احب اشكر حضرتك اولا والمنظمين على الملتقى وجميع الاخوه في العراق. اولا صباح الخير عليكم جميعا، واحب اشكركم على كرم الضيافه وعلى حسن الاستقبال وعلى التنظيم. طبعا كان اول سنه الاشتراك، كان السنه اللي فاتت كان لسه بدايه، هو كان يعتبر ولادة المؤتمر كأول سنة، ولكن السنة دي زي ما حضرتك شايف في اختطاف كتير من الشركات في السعودية قررت ان هي تيجي بعد حسن التنظيم وحسن الضيافة في السنة الأولى، والحمد لله احنا موجودين معاكم هنا في السنة الثانية. هذه مشاركتك الثانية؟ الثانية طبعا، الثانية طبعا. كنا هنا موجودين في نفس الوقت السنة اللي فاتت، فكان تنظيم جميل جدا جدا، وكان اول مره ان احنا نيجي العراق ونشوف نشوف البلد ونشوف الشركات ونشوف كل حاجه على الطبيعه، وطبعا كان من اجمل الزيارات. يعني هذه مشاركتك الثانيه مع استاذ وليد الزبيدي. يا اهلا وسهلا بك. شنو سبب مشاركتك في الملتقى العراقي الثاني؟ والله السوق العراقي في الحج في العمره في بزنس العمره سوق قوي واعد، وسوق ملتزم، يعني ده مشهور عنه بكده. فالاعداد كل سنه بتزيد، فاحنا جايين نعرض منتجاتنا. ما تنساش ان فندق المدينه الجديده هو جزء من مجموعه كبيره، مجموعه انتر كونتيننتال العالميه. لينا 4 فنادق في مكه المكرمه و4 فنادق في المدينه المنوره. فالسنه دي قررنا ان احنا نيجي بمشاركتنا مع فندق ابراج الكسوه، ويعتبر من اكبر فنادق مكة المكرمة، وفي عدد أكثر من 5000 غرفة، زائد 5500 غرفة، زائد فندق فوكو. وطبعا فندق فوكو المكة تم افتتاحه السنة اللي فاتت، وطبعا من حين افتتاحه تم عمل طبعا عمل اسم كبير جدا في السوق. واحنا فندق المدينة الجديدة طبعا احنا برضو لسه جداد للمجموعة، ولكن الحمد لله بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى طبعا كشركتنا كاسمنا في السوق، فجايين نتعاقد مع بعض الشركات العراقيه. انا عن نفسي تم التعاقد السنه اللي فاتت مع شركه من الشركات العراقيه. هذا يعتبر هي فائدتك من هذا الملتقى العمرة العراقي، انه يكون تعاونك مع الشركات الاخرى التي اتت الى العراق من سوريا ومن مصر ومن السعوديه ومن الاردن. طبعا انت عارف المدينه المنوره ومكه المكرمه ايديها مفتوحه لجميع مسلمين الارض، فزي ما حضرتك قلت في الاول طوبى لمن يخدم العمره. فطبعا احنا كلنا يعني بنخدم زوار المسجد النبوي الشريف ومكه المكرمه، فطبعا بنيجي نتعاقد، نحاول نعمل تعاقدات مع شركات عراقيه بالاخص، ومع شركات اذا كان في من دول تانية. يعني النهارده انا بتكلم مع زميل من شركه تانية وبنتكلم على بعض الشركات في المغرب. شنو اللي استفدت من الملتقى هنا خلال هذه انت مشاركتك الثانيه؟ يعني اليوم المشاركه الاولى اصبحت ناجحه حتى تشترك طبعا والله المشاركه هي دراسه السوق ومعرفه متطلبات السوق ومعرفه متطلبات الجست العراقي، دي رقم 1. تمام، ومعرفه متطلباته بحيث ان احنا نقدر نلبيها له في وجوده في المدينه المنوره بالاخص وفي مكه المكرمه طبعا. فده ده الهدف منها. وطبعا كل بزنس او كل فندق عايز يوسع القاعده بتاعته، قاعده اعداد المعتمرين، وده الهدف الاساسي، ان احنا توسيع القاعده. وزي ما قلت لحضرتك في الاول التعاقدات، فتح سوق جديد لينا، اشخاص جداد، شركات جديده، بحيث ان برضه نبقى عارفين العقليه اللي احنا بنتعامل معاها، وهم يبقوا عارفيننا على الليفل بتاع الخدمه اللي احنا عايزينه. هل تطمح مستقبليا في عمل ملتقى ثالث عراقي؟ طبعا هو الاول لو ما كانش نجح ما كنا موجودين هنا للثاني،
والتاني ما شاء الله تبارك الرحمن وليد الزبيدي طبعا، وفريق العمل بتاعه بصراحه يعني شغالين على مدار الساعه. قبل ما المعرض يبدا بيوم كنا متواجدين هنا، شفنا شغالين لحد ساعات متاخره جدا. طبعا ما في درجه حراره، احنا في شهر الصيف طبعا حضرتك عارف. تاني يوم ما فيش اي حاجه. طبعا في كل مؤتمر بتحصل حاجات وكده، ولكن هنا ما شاء الله تبارك الرحمن زي ما قلت ملتقى ناجح، وكرم الضيافه مغطي على كل شيء. اثبت نجاح. طبعا. حياك الله واهلا وسهلا بك في بلدك الثاني العراق. ونختتم الحلقه بطوبى لمن حج بيت الله واعتمر. حياك الله، اهلا وسهلا بك ضيفنا العزيز عبد الله احمد.